السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم مطبخ لطفي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفة جديدة. كما كتلاحظوا غنصايبوا الماكارون ديال الكوك، حلوة الكوك كي كنقولوا، اللي كتجي معلكة. بطريقة غنصايبها معكم بطريقة بسيطة سهلة بثلاثة المكونات فقط لا غير، كتجي رائعة. كي كنقول دائما تستحق التجربه. بقاو معايا ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا في المقادير عندي ربعه ديال الكوك يعني 250 غرام، عندي نص كيلو ديال السنيده، يعني دائما كنديروا عبار ديال الكوك جوج ديال السنيده، وعندي هنا 5 ديال بياض البيض يكونوا بيضات كبارين، وعندي رشه د الملح، وعندي هاد يعني الطراب او يعني الروبو اللي غنطحن فيه وغنخلط فيه كل شيء. دابا اول حاجه غنخلط الكوك ديالي مع السكر مع السنيده، غنطحنهم اول مره حتى يطحنوا ليا مزيان. وضروري الكوك ديالنا خصو يكون نوعيه جيده، يكون ميدم، ما يكونش ديك الكوك الناشف، لان الكوك الناشف ما كتطلعش به هاد الحلوه مزيان. صافي هنا انا غنخلط مزيان الكوك ديالي مع ديك مع السنيده، يعني مقدار الكوك في جوج ديال السنيده رابعه فيها نص كيلو. الا درنا نص كيلو الكوك كنديروا كيلو ديال السكر. معروفه هاد الماكارون ديال الكوك يعني كتجي حلوه بزاف، معروفه يعني السكر هو اللي كيجيبها مزيانه. هنا غناخذ هذا الروبو ديالي. اللي ما عندوش هذا الروبو كبير يقدر يخلط ديك الكميه ويطحنها، يقسمها على جوج، حتى البيض ديك الساعه يقسموا على جوج، عاد من بعد يخلط كل شيء. انا هذا عندي كبير غيخدم ليا، غنطحن فيه كل شيء. صافي هنا غادي نبدا نطحن، وغنخلي واحد شويه حتى يطحن ليا مزيان. عاد غادي نرجع نزيد ديك القسمه الاخرى اللي بقات ليا ديال الخليط. هنا غنسد الروبو ديالي وغنطحن مزيان حتى يبدا يبان ليا ديك الكوك بحال بدا كيطلق ديك الزيت ديالو مع ديك السنيده. هنا دابا غادي نوريكم ملي كنحكو ديك الكوك بينات يدينا كيطلق لينا الليدان، كيطلق بحال الزيت، هذاك هو الكوك الجيد. هنا غنكمل ديك الكوك ديالي كامل بعد ما طحنت القسمه الاولى الكثيره وزدت الاخر اللي بقى ليا، غنطحنو حتى هويا مزيان. هنا من بعد ما كنشوف راه تطحن ليا الخليط مزيان، غنزيد دوك 5 بياض البيض. المهم انا المقادير كامله غنخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف بالغرامات. صافي غنبقى نطحن مزيان حتى تعلك ليا داك الخليط. وان شاء الله عندي واحد جوج صفار البيض غنزيدو، حتى هو كيعطيني تعليكه زوينه لهاد الحلوه. ما حطيتوش لكم في الاول في المقادير لان الحال سخون وانا كانوا عندي محيدين كنت دايرهم في الثلاجه. غنزيد واحد الرشيشه د الملح. هنا كي قلت لكم واحد جوج صفار البيض زدتهم، هما اللي غيزيدوا يعطوني ديك التعليكه لهاد الحلوه هادي. هاد الحلوه د الكوك اللي كنعرفوا كيبغيها الكبير والصغير، كتجي معلكه، كتجي رائعه، كتجي ناجحه 100% الا تبعنا الطريقه ديال يعني المقادير مضبوطه والطريقه ديال التحضير ديالها. المهم كنبقاو كنخدموا حتى كتبان لينا راه تعلكات.
بعد ما كتعلك لينا انا غنوريها لكم كيفاش كتجي. كنكونوا موجدين واحد البلاطو اللي فيه الورق ديال الطبخ. ضروري من الورق الطبخ، لان هي ما درناش ليها الورق الطبخ غتلصق لينا في الطاوه. وكنعمروها في واحد البوش اللي كتكون فيه واحد لادويت اللي كتكون يعني عاديه، ماشي ديك اللي مسننه. صافي وكنبداو كنبوشيوها في البلاطو ديالنا اللي مفرش بالكاريط ديال الطبخ. هنا لا لاحظتوا انا كنت كنجمعها باش يعني باش تنسجم ليا جميع العناصر، ماشي بلاصه تجي مخلطه وبلاصه لا. ضروري كنستعينوا بديك السباتيولا باش نجمعوا ليها الجناب ديالها. هي هنا كتبان لكم راه تعلكات. انا غنوريكم بيدي الملمس ديالها كي كيجي داير. كنزيدها واحد شويه، ملي كنلقاها باقا ما ترخفتش كنزيدها شويه الخدمه. عاد دابا ان شاء الله غادي دابا هنا صافي راه واجده باش تبوشها بالبوش. لا لاحظتوا مرخوفه. وهنا كما لاحظتوا راه درتها في البوش وخرجتها بهذا الشكل هذا. كنحطوها متباعده على بعضياتها. يعني هاد اللقطه ما تصورتش ليا بالحق، مازال ان شاء الله غنصايبها معكم في الطاوه الثانيه باش غنشدها لكم مزيان. وهنا غادي نجيب واحد شويه الماء في واحد شي اناء او بانيو صغير او فاش، غنبقى ندهن يدي وغنهبطها بهذا الشكل اللي كتشوفوا. كندهن يدي باش ما كتلصقش ليا في يدي، وهي كتاخذ شويه ديال ليميديتي من داك الماء. صافي غندهنها غنقاده كامله. وعندي الفران مسخن على 150 درجه. كندخلها بين 30 حتى 35 دقيقه، لان الكويرات غير صغار في ساعه كطيب كتجي محمره كامله. وما كنفتحش عليها الفران، كنطلع لها غير من الزاجه. اللي عنده الفران ديال الغاز يشعل لها غير من التحت حتى تشد راسها مزيان، عاد يشعل لها من الفوق ويكون بالعافيه مهيله، يعني 150 درجه. هنا كي قلت لكم انا الطاوه الثانيه انا غنوريكم يعني بوشيتها بحال هكا. هذه درتها بشكل بحال الوريضه. هذه ما غاديش نهبط عليها بيدي من الفوق، انما غنجيب واحد الحبيبات ديال الشوكولا بالالوان غنديرهم لها من الفوق. كتجي حتى هي شكل زوين. هذه حليوات اللي كيكونوا يعني اقتصاديين بساطين وكيجيو راقيين في التقديم ديالهم، ولا حتى في الاكل ديالهم كيكونوا شي حاجه زوينه بزاف. كنعرفوا حنا هاد حلوه الكوك كلشي كتعجبو الكبير والصغير، كتعجبو الحلوه الكوك. هنا رانا صايبت لهم ديك الحبيبات ديال الشوكولا بالالوان من الفوق. ما تشدتش ليا عاود هاد اللقطه. ها هما كنوريكم دوك حبيبات الشوكولا، شوفوا كي دايرين بالالوان. صافي كندير وحيده من الفوق وغندخلهم حتى هما للفران كي قلت لكم على 150 درجه مده بين 30 حتى 35 دقيقه، كيكونوا واجدين محمرين. صافي هنا راه الحلوه ديالنا طابت. ها هي الا لاحظتوا كتجي رائعه، كتجي زوينه، كتجي شاده راسها مقرمله من برا ومعلكه من الداخل. كتجي رائعه سواء في الشكل ولا في المذاق. نتمنىكم تجربوها. وهنا داك الشكل الاول اللي درناه يعني جا غير مبسط بحال الحلوى الكوك اللي كنشريو من الباتيسريات او من المحلبات، حلوى الكوك ديال درهم. غير انما انا درتها صغيره، ما بغيتش نديرهم كبارين، كيعجبوني هذا الحجم الصغير بحال هكذا.
جاو بحال دي ماكارون، يعني دي ماكارون ديال الكوك. هنا صافي ها الحلوه ديالنا ساليناها، ها هي كما كتلاحظوا تبارك الله. راه بعد الكوك شوف شحال عطاتنا، كميه وفيره يعني وبمقادير بسيطه، يعني ما فيهاش شي تعقيدات ولا شي حاجه، تكون غير المقادير مضبوطه كي قلت لكم في الاول الفيديو. كتجي رائعه هاد الحلوه وبالصحه والراحه. وإلا عجباتكم كي كنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، بالاشتراك معايا في القناه ديالي، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وكنقول لكم دائما الى فيديو قادم ان شاء الله.